السلام عليكم. اليوم جيتكم بقصة جديدة ومليئة بالعبر، وأنا شخصيا ما لقيتش الحل لهاد السيدة. لهذا قررت باش نبارطاجي معكم القصة، لعل وعسى شي واحد يقدر يفيدها في التعاليق. وكذلك متنسونيش من اللايكات ديالكم باش توصل القصة لأكبر عدد من الناس، لعل وعسى شي واحد من هاد الناس يكون عنده حل لصاحبة القصة. السلام عليكم، أنا فاطمة الزهراء، واليوم قررت باش نجي نبارطاج معكم القصة ديالي، لعل وعسى شي واحد يقدر يعاوني. أنا حاليا عندي 27 عام. غنبدا لكم القصة ديالي من الأول. أنا من جبل من تاونات، المهم بنت الجبل، كبرت وتربيت في الجبل. حنا عندنا في الجبل بزاف ديال الحاجات اللي ممنوعين على البنت، والمرأة الجبلية كضرب تمارة بزاف ماشي بحال الراجل. المهم بقيت هيداك منين انا صغيره، بزاف د الحوايج كنشوفهم ما كيعجبونيش، ولكن ما عندي حتى شي حل. مشيت كنقرا في ابتدائي، من بعد اللي وصلت للسادس مشيت كنقرا في الداخليه، قريت بديت الكاتريام، مشيت لليسي عاوتاني كنقرا في الداخليه، ولكن عاودت الباك 3 المرات وما قدرتش ناخذ الباك. عاودت رجعت للجبل، بقيت كنشوف نفس المعاناة اللي كنت كنشوف وانا صغيرة، كبروا معايا هاد المعاناة بزاف. وقررت باش خاصني نلقى شي حل لراسي. كانت عندي واحد بنت خالتي في طنجة ساكنة ومجوجة بولادها تما، واقترحت عليا علاش ما نطلعش لطنجة ونخدم. المهم بالدراع باش قدرت نقنع الوالد ديالي باش يقتنع بالفكرة، خلاني مشيت لطنجة بشرط انني خاصني نسكن مع بنت خالتي، ما نكريش بوحديتي. بنت خالتي ما كانش عندها المشكل، قالت لي المهم انتي جي سكن معايا، وديك الساعات ملي تخدم عتولي تخلص الكرا. قلت لها صافي ماشي مشكل. وفعلا طلعت لطنجة وبقيت كنقلب على الخدمة، بقيت كنقلب المهم مدة وانا جالسة، ويسر الله وخدمت في الكابلاج. خدمت المهم بقيت واخا الخدمة ديال الكابلاج راه صعيبة، والتورنو ديال الليل وديال العشية وديال الصباح كيتقلب لك التوقيت، ما كتبقى تعرف راسك واش انت من صحاب الليل ولا من صحاب النهار. المهم ماشي هذا هو المشكل. بقيت هكاك ضربت واحد السنين في هذيك الشركة اللي انا خدامة فيها. واحد النهار جا خدم معنا واحد السيد، هو فاسي، خدم معنا ودخل كيخدم، ومن النهار الاول كلشي عرفو في الخدمة انه مجوج. صافي كان خدام معايا، كنت تقرب لي بزاف. المهم بدات بيناتنا واحد العلاقه، كيعجبني كنعجبو، كرتاح ليه كيرتاح ليا، بقينا مهم كان واحد التواصل بيناتنا. وعاد لقيت فيه شي حوايج اللي عمرني ما لقيتهم في خويا ولا في با. انا كان عندي داك النقص ديال الحنان من الجهه ديال الراجل، يعني ما كان كيحنوا فيا لا خوتي ولا با. هو من عطاني داك الحنان بقى كيبان لي هو كلشي. صافي بقيت انا وياه على علاقه. واحد النهار هو يقترح عليا علاش ما نتزوجش انا وياه. قلت ليه كيفاش غنديرو نتزوجو انت مجوج؟ قال لي ماشي شغلك، خلي ديك الشيء عليا. وفعلا داك الشيء اللي كان، مشينا جمعنا الوراق، هو جاب شهادة الخطوبة على اساس ما عمرو ما مجوج، مزوره. منين دفعنا الورقه ديالنا لعند العدول، ديك الساعات بقى داكشي تما، حداش لقاو فيه التزوير وكان غيمشي للحبس وبزاف ديال الحاجات. حنا موقفش هادشي ديالنا هنايا. صافي الناس كلشي ولا كيعرفوني انا مجوجه، ولكن في الخدمه بحكم هما عارفينه انه مجوج، على اساس انا تزوجت بخوه، يعني ماشي هو بهم تزوجت. الناس في الخدمه كيعرفوني هذاك راه لوسي، وهو في الواقع راه راجلي. المهم سكنت انا وياه في دار وحده بلا عقد بلا والو. المهم الناس كيعرفوه راه راجلي. بقيت انا وياه مده وانا ساكنه انا وياه عام ونص، كنتسناو اليوم غدا يخرج العقد، اليوم غدا يخرج العقد. بقيت على هذاك المنوال حتى دازت المده ديال عام ونص كما قلت لكم. واحد النهار لقيت راسي حامله، مبقيت عرفت راسي شنو ندير. بقيت حاولت بزاف ديال المرات نطيحو
والو، ما بغاش يطيح هادشي اللي في كرشي. بقيت هكاك صافي، بقيت كنمشي الخدمة عارفين شنو كاين. انا راه مجوجة وعندي الراجل، يعني ما عنديش هاد المشكل ديال الحمالة. بقيت هكاك شوية، بداو المشاكل بيني وبين الزوج ديالي. مشاكل بليتو نقدر نقولكم هاد المشاكل هو كيبغي يجبد هاد المشاكل، يعني كيحاول يدير معايا المشكل ابسط الاشياء، كيدير معايا المشكل. والمشكل الكبير هو انني انا حاملة ومراته الاولى حاملة، يعني الحمل عنده على جوج ديال المرات. صافي بقيت هكاك انا وياه، اليوم غدا اليوم غدا. صافي كبرت لي الكرش، بدات كتبان الكرش. المهم في الخدمة دفعت لهم واحد الورقة ديال الطبيب هنا فين كان المشكل. غيلقاو بان السمية ديال هذاك انه هو راجلي، يعني ماشي لوسي. هنا تفرشت مع الخدمة كاملة، وداكشي اللي كنت مخبيه كلشي عرف هذاك راه راجلي ماشي لوسي. هنا الخدمة خداو واحد القرار باش غيديروا ليه فان كونطرا، يعني سلاو ليه داك العقد ديال العمل، وقفوه ليه. وانا بحكم الاقدميه عندي يعني ما قدروا يديروا معايا حتى شي حاجه. المهم وقفوا لي داك العقد ديال العمل، وقفوه لي. صافي السيد من يوقفوا لي العقد ديال العمل جا السعر، ولا تيدابز معايا بالليل وبالنهار والمشاكل. واحد النهار هز حوايجو بات ما صبح، عييت نقلب عليه فين هو الله اعلم. حتى داز موراها تقريبا شهرين انا كنصوني عليه، تلقى التليفون راه خدام. ملي سولتو فينك قال لي ماشي شغلك فيني انا رجعت لمدينتي، انا رجعت لفاس ورجعت لمراتي ورجعت لوالديا، ما نبقاش مقابلك. قلت له انا شنو الذنب ديالي انا؟ قال لي الذنب ديالك انت اللي اختاريتي، انت شي واحد ما ضربك على يدك باش تعيشي معايا. قلت له الذنب ديال هادشي اللي فكرتي؟ قال لي انا ما تشاورتيش معايا، كنت شاورتي معايا ما عمرك ما تولدي. المهم هنا قطع عليا وسالة، ما نكذبش عليكم، تاثرت بزاف وتعصبت بزاف وبكيت وتمنيت ان هادشي اللي فكرتي يموت. وداز عليا العذاب بزاف، والعائله ديالي عارفين اني انا عندي الراجل، يعني ما عارفينيش انا راه مجوجه بالعقد. المهم بقات هاد المعاناه ديالي كتكبر نهار مورا نهار، حتى جا الوقت ديال الولاده اللي خصني ندخل نولد. هنا الخدمه فاش دفعوا لي الدوسي من الضمان الاجتماعي ما قبلاتش انني ندخل نولد، على اساس انا ام عازبه، يعني ما غيتكفلوش ليا بالدوسي نهائيا. بقيت كنقلب كيفاش انا غادي نخلص هاد المصاريف ديال الولاده، خصوصا ان الطبيبه قالت لي من سابع المستحيلات انني نولد عاديه، خصني ضروري نولد بعمليه قيصريه، حيت عندي مشكل كبير ديال الضغط الدموي ولا الطونسيون، طالع لي الطونسيون بزاف، يعني مستحيل انني نولد طبيعيه. بقيت كنفكر شنو غندير، ما نكذبش عليكم حسيت براسي وليت بحال المرمطه، لدرجه ان الخدمه بداو كل واحد كيجمع، كل واحد كيعطيني شويه، بقاو كيجمعوا ليا المصاريف ديال العمليه. جا النهار اللي وصلت فيه خاصني ندخل نولد. فعلا دخلت نولد وخلصت العمليه وصونيت عليه، بركت على قلبي وصونيت عليه وقلت ليه اجي راه انا كنولد. قال لي انا ماشي شغلي، حتى انا مراتي هي والده. ما نكذبش عليكم تفقست في النفاس ديال بصح. جا عندي الوالد والوالده، جلسوا معايا يومين ومشاو في حالهم، ما سولونيش حتى اصلا واش الراجل كاين ولا ما كاينش. حسيت بيهم بحال اللي كان خاصهم غير يتهناو مني وتهناو مني. ما نكذبش عليكم طلع لي الدم ديال بصح، وقلبت على بزاف ديال الطرق باش نقدر نلقى الحل لهاد البنيته هادي اللي عندي مسكينه. بنتي دابا عندها 5 شهور، ما عندها حتى شي ورقه من غير الورقه ديال الولاده ديال الكلينيك اللي ولدت فيه، يعني ما عندها لا اسم الاب لا الاصل لا حتى شي حاجه، حيت هي اصلا ماشي قانونيه.
حيتاش انا وباها ما عندناش العقد ديال الزواج. مشيت بقيت كنقلب، مشيت للمحكمة كنسول، مشيت عند المحاميين، ما خليت فين مشيت والو، حتى شي واحد ما عطاني الراس ديال الخيط. كلشي كيقولوا لي خاصو هو يعترف بها، لا ما اعترفش بها هو ما عمر ديك البنت ما غاديش يكون عندها شي حل. يعني انتي ام عازبه، ما نكذبش عليكم، انا هادشي ضرني في خاطري بزاف، وجيت اليوم نبارطاجي معكم القصه ديالي لعل وعسى شي واحد يلقى معايا الحل. انا ما نكذبش عليكم، هادشي ضرني في خاطري بزاف، وكنحس الحمل ثقل عليا واحد الدرجه كبيره بزاف، وما عرفتش. كل نهار كتجيني الفكره انني نصارح والديا ونقول لهم اشنو كاين، ولكن انا خايفه، حيتاش انا عارفه العقليه ديال العائله ديالي خصوصا الوالد ديالي. والله قلت ليه شنو كاين وعاودت ليه الحقيقه حتى يقطع معايا الصله، وما عمرو يعرفني ولا يعرفني واش ميته ولا حيه. هادشي علاش جيت اليوم باش نعاود لكم القصه ديالي، لعل وعسى شي واحد يقدر يعاونني ويوري لي شي حل باش هاد البنيته ما تضيعش وتكون عندها واحد الصفه قانونيه. حيت غادي يجي واحد النهار اللي خاصها تدخل المدرسه، وغيجي واحد النهار اللي غتولي تعرف، وخاصها تعرف راسها شكون هي. هي باها معروف شكون هو، ولكن الوراق اللي كيتبتو شي حاجه ما كاينينش. هادشي علاش جيت اليوم نعاود لكم القصه ديالي باش ياخدوا منها العبره بزاف ديال البنات اللي كيغرهم الحب وكيبقى بان لهم عيا الحب ديك الساعات، كيقولوا تضحيه في سبيل الحب ماشي مشكل. الحب شي مرات كيخرج علينا كيدير لنا شي مشاكل كبارين بزاف اللي ما نقدروش عليهم. انا افضل مثال بسبب الحب خرجت على راسي، خرجت على راسي عيب بوحديتي، زدت معايا هاد البنت مسكينه اللي تزادت للدنيا ما درت حتى شي حاجه، درت لا بيديها ولا برجليها. ونبغي نطلب منكم حاجه وحده، دوك اللي حيبقاو يجيو عليا في التعاليق ويبقاو عليا الحلال والحرام، راه انا عارفه هادشي بلا ما تزيدوا عليا الله يرحم ليكم الوالدين. انا بغيت يلقى معايا حل ويوريني الطريق اللي نقدر نتبعها باش نقدر البنت ديالي ندير ليها الوريقات ديالها. حيتاش انا ما نكذبش عليكم، من مورا اللي شفت فيه بزاف ديال الكذوب، شفت فيه بزاف ديال الحاجات اللي ماشي مزيانين، بقات يبان ليا واش بصح نيت دفع العقد وتبلوكا بسبب زعما لقاو ديك الورقه عنده راه مزوره، ولا هو اصلا من الاصل ما تدفعش العقد. انا ما نكذبش عليكم، حيتاش فاش مشيت اصلا نسول في المحكمه ديال الاسره كيقول لي عطينا داك الرقم ديال العقد، وانا ما عندي لا رقم لا حتى شي حاجه. هادشي علاش كنتمنى شي واحد يعاونني، وخصوصا شي واحد اللي كيفهم في المدونة ديال الأسرة، ويشوف معايا واش يقدر يكون شي حل في هذا المشكل هذا ديالي. حيتاش هذه هي الأمنية ديالي اللي بقات عندي الوحيدة في الحياة، هو أنني نلقى لبنتي الحل ويكون عندها الوريقات ديالها. حيتاش ما بغيت من الدنيا حتى شي حاجة، بغيت غير بنتي يكون عندها الوريقات ديالها، وتكون منين تجي الوقيته اللي تولي تعرف ما تكونش عندها ديك الصفه ديال راها بنت الحرام. هادشي اللي بغيت، وكنتمنى ان القصه ديالي توصل لكم، وكنتمنى ان يكون فيها عبره لبزاف ديال الناس. كانت هذه النهايه ديال القصه. نكذبش عليكم، انا هاد القصه شوكاتني ديال بصح، نكذبش عليكم بحكم انا جبليه عارفه العقل ديال جباله كيفاش داير فهمتي، ولكن قلبي بقى كيحرقني فهمتي. جي شابه انت زعما ماشي ما قارياش، انت راه عندك واحد المستوى، يعني قريتي واحد شويه عارفه شنو كاين. على الاقل بنادم ملي تحط في حال هاد المواقف انه ما كاينش العقد، ما كاينش حتى شي حاجه اللي رسميه بينك وبين هذا الراجل، على الاقل عي الولاد خليهم هما الخاره حتى تكون واحد الصفه قانونيه عاد نديروا الولاد فهمتي. يعني فاطمه الزهراء غلطات ودرت غلط كبير، والغلط ما كتحملش المسؤوليه ديالو بوحديتها، حيت الغلط ما درتوش بوحديتها، هما غالطين بجوج بهم غالطين، ولكن دابا هي اللي كتودي
هو مشى رجع للعائلة ديالو ورجع للمدينة ديالو بحال ما كاين حتى شي حاجة، وهي ها هي باقا كتودي وكتخلص. ولكن ما نكذبش عليكم، انا اكثر حاجه اللي حرقتني في قلبي واكثر حاجه اللي ضرتني هي ديك الطفله، طفله بريئه عندها 5 شهور، باقي ما عرفت حتى شي حاجه في الحياه، باقي ما عرفت في الدنيا حتى شي حاجه، جات للدنيا بطريقه غلط. كنتمنى انه يتحل المشكل وتقدر دير الوريقات ديالها قبل ما البنت تكبر، حناش البنت مسكينه ما دارت حتى شي حاجه في الدنيا باش تكبر بواحد العقده من الصغر ديالها انها بنت الحرام، وانها ما عندهاش الوراق، بانها توصل وقت ديال المدرسه ما كلاش تدخل المدرسه حيتاش ما عندهاش الوراق، توصل. هي ديك النظره ديال المجتمع، حنا النظره ديال المجتمع هي اكثر حاجه كتهرس، خصوصا الانسان ملي كيتهرس في الطفوله، راه الطفوله هي كلشي. بنادم ملي كيدوز واحد الطفوله خايبه راه الحياه ديالو كامله كتمشي من داك البني ديال الطفوله. كنتمنى انكم ما تبخلوش على فاطمه الزهراء بالتعاليق اللي يقدروا يفيدوها، والتعاليق اللي يقدر يكون فيهم حل للمشكل ديالها. كنتمنى ان القصه تكون وصلتكم ويكون فيها بزاف ديال العبر. ما نكذبش عليكم، انا القصه هذه بلوكاتني حيناش فعلا ما عندي حتى شي حل، ما عرفت حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما عرفتها. حيناش انا شخصيا كنت كنعرف مثلا شي حد اللي في محكمه الاسره ولا اللي يقدر يدير مع هاد السيده شي حل كنت دخلت، ولكن انا ما كنعرف حتى شي حاجه في القانون، ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، وما كنعرف حتى شي واحد شخصيا زعما كنعرفه. كنتمنى الا كان شي واحد يقدر يعاون فاطمه الزهراء يتدخل، هي على وجه ديك البنيته، حتى ما كانش على وجه فاطمه الزهراء، هي غلطات على وجه ديك البنيته. كنتمنى ما تبخلوش على القصه بعدد كبير من اللايكات باش تقدر توصل لعدد كبير من الناس، لعل وعسى نلقاو شي واحد اللي يقدر يعاون فاطمه الزهراء. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.